المرة هذه مش هتكلم بحذر ودبلوماسية زي المرة الماضية. اليوم لازم نفرش بضاعتنا على الطاولة ونسمي الأشياء بمسمياتها، وحنسحبها من الضيف لأبو عبيدة الكحلوت والسنوار اللي بده عنتريات وانتصارات يروح على الجزيرة. أنا هحكي لك حقيقة ما يجري في غزة وين رايحين، وعشان نعرف الحقيقة لازم نعيد خط بناء سير المعركة من البداية. من لما الإسرائيليين أعلنوا التعبئة العامة في الجيش وحطوا قدامهم هدفين: القضاء على حماس واستعادة الرهائن اللي انخطفوا من غلاف غزة. صح، بس من وين في غلاف غزة؟ حسب هذه الخريطة اللي نشروها 70% من الرهائن اتاخذوا من البلدات المقابلة لجنوب القطاع. النقاط الحمراء هذه أماكن القتلى في الهجوم، والسوداء مخطوفين، والزرقاء مخطوفين تم تحريرهم أو مبادلتهم. فإسرائيل عشان رهائنها المفترض يبدأ هجومها على رفح وخان يونس، لكن هم عملوا العكس، هاجموا الشمال اللي فيه أقل عدد من المختطفين. طب ليش؟ خليك معي وحتفهم. بدأت الخطة بأن إسرائيل وزعت مناشير وطالبت الناس بالانتقال من شمال القطاع باتجاه الجنوب، وبعد 3 أسابيع من دعوات الناس للنزوح وفي ليلة 6/11 الدبابات اقتحمت وسط قطاع غزة وفصلت الشمال عن الجنوب في ليلة واحدة. والدويري طلع قال لك خاصرة رخوة، آمنا بالله رخوة. اللي ما قدرتش أفهم وقتها إنه بما إنها خاصرة رخوة لهذه الدرجة، ليش ما فصلوا القطاع في الأول وبعدين دعوا الناس للنزوح من شمال القطاع للجنوب عن طريق الحوارز اللي حيعملوها واللي هي معمولة الآن؟ ليش ضلهم يدعوا للنزوح 3 أسابيع؟ هذا وقت كافي لهروب قادة حماس ومعاهم أغلب الرهائن. سيد المشاهد، طلع إنه هذا هو اللي بدها إياه إسرائيل، بدها إياهم يهربوا، بدوش يقتل قادة حماس كبيرة، لازم يضلوا أحياء الفترة هذه، وهم لحالهم حيحافظوا على الرهائن كرت نجاتهم الوحيد. يضلهم أحياء لسببين: الأول لأنه لو حاصرهم وقتلهم ما فيش حد من القادة حيقدر يتفاوض معه على الرهائن موزعين بين بيوت ومجموعات وأنفاق، وأي محاولة لاقتحام نفق لتحرير الأسرى غالبا حيقتلهم، فالأفضل إنه يحررهم بصفقات رخيصة نسبيا. السبب الثاني: لو قتل قادة حماس كبيرة مش حيضل حد يفاوضوا على الاستسلام. يعني مين من قادة حماس بيقدر يعطي أمر استسلام ومقاتلين القسام ينفذوه؟ هم 2 3 وموجودين في غزة. ولما تأكد إنه كلهم صاروا في الجنوب الخاطفين والمخطوفين، مسح الشجاعية وبيت حنون وبيت لاهيا ودمر كل غزة. وتفاجئوا إنه من ضمن اللي قتلوهم في الشجاعية 3 من الأسرى تبعونهم. كيف هدول موجودين لحتى الآن؟ وبعد ما أثبت لحماس إنه أنا بقدر أوصل لكل مكان وهي دباباتي في الشفاء وبجيب مصورين عالميين يصوروا الأنفاق، عمل معهم صفقة مقابل فتات. فحماس وافقت على الصفقة على أساس إنه تبرد الجيش، وشفنا كل محللينهم على الجزيرة بيقولوا من الصعب جدا عودة الجيش للقتال، وحندخل في هدنة تليها هدنة لوقف إطلاق النار. وقد كانوا مخطئين. شكلك ما اقتنعتش إنه إسرائيل بتهيئهم أحياء لحتى الآن. حثبت لك إياها كمان مرة. بعد ما أخذ اللي قدر عليه من رهائن ومن حماس وخلصت الهدنة، بدأ قصف على خان يونس ووزع مناشير إخلاء، بس هذه المرة كانت أوضح وعلنا. عمل خريطة قسم فيها القطاع مربعات، وصار يقول أنا هحتل المربع كذا وكذا وكذا، اخلوا المكان. هو في معركة في الدنيا المهاجم بيعطي العدو إحداثيات مكان الهجوم بالضبط قبل 48 ساعة، وعمل نفس اللي عمله في الشمال. بدل ما يفصل خان يونس عن رفح ويبدأ يهجم، بدأ هجومه من القرارة شمال خان يونس، مع إنه المساحة بين رفح وخان يونس رخوة جدا، كلها أراضي زراعية. ومش هيك بس، كل يوم في خان يونس بيعطي 4 ساعات وقف تكتيكي للقتال. أنا ما أقصف، اتحركوا زي ما بدكم. بدفع قادة حماس للخروج من مناطق القتال مع الرهائن، وهذا اللي قالته واحدة من الرهائن: إحنا تعبنا من التنقل من مكان لآخر. السنوار وشلته يساقوا بعلم أو إجبار لمصيدة الجيش الإسرائيلي في دير البلح أو رفح. ورفح مساحتها 55 كيلومتر مربع على الورق فقط، لكن في الحقيقة هي شريط ضيق على الحدود المصرية، مدينة صغيرة جدا، والباقي أراضي زراعية. يعني تدميرها واحتلالها أسهل بكتير من أحياء في خان يونس وغزة. قادة حماس كانوا يقولوا لا تفاوض تحت النار ولا صفقة تبادل إلا بعد انسحاب كامل من غزة ووقف القتال، لكنهم بعد ما شافوا انه احتلوا خان يونس اللي فيها اكبر عدد لقواتهم وبدا الكلام على رفح، صاروا يتفاوضوا ويبعثوا وفود، وبطلنا بدنا نبيض السجون، بكفينا 1500 ونحن منفتحون، المهم وقف الحرب. وهذا اللي رفضته اسرائيل. قادة حماس السذج من هنية وانزل بيقولوا لك اسرائيل فشلت في ايجاد وتحرير الاسرى، واذا ارادوا اسراهم احياء سيكون فقط بالاتفاق مع حماس، مع انه نتنياهو كل يوم بقول لهم سنحرر الاسرى بالضغط العسكري، ما قالش بالقوه العسكريه، والفرق كبير. بالقوه العسكريه احتمال كبير يقتلهم اثناء التنفيذ، لكن بالضغط العسكري هو بده قاده حماس تقول له خلص
بدنا نعمل تبادل واعطينا هدنة. اذا كان في واحد اثنين بيقدر يخلصهم بعملية خاصة مش غلط. واحد حيسألني يعني المعركة الأخيرة هي رفح؟ لا، ممكن يهاجم رفح وممكن دير البلح، بالذات لما تعرف انه طول معركة خان يونس والطريق البحري بين رفح ودير البلح تاركينه مفتوح، وكل نص ساعة بقول سنهاجم رفح، وكأنه بيحكي لقادة حماس المرة الرابعة أو الخامسة اهربوا. المثير للسخرية لما كانوا يهاجموا حي مبلغين عنه قبل 48 ساعة ويحتلوا بقولوا ايه لقد وجدنا دلائل وجود رهائن في هذا المكان وآثار قادة حماس في هذا النفق. يا خسارة هربوا قبل ما نوصل لهم. بيستهبلوا على أهالي الرهائن. الهدف الرئيسي عند إسرائيل هو تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه قسريا أو طوعيا بحجة تدمير حماس والبحث عن الرهائن، والرهائن مش فارقين عندهم. طب يا محمد شو اللي حيصير الآن؟ الوضع هيك صعب كتير على الناس والقصة شكلها مطولة. عشان نعرف شو اللي حيصير لازم نعرف مين اللي بيسوق، ولما نعرف السواق بنعرف وين حيوصلنا. اللي بيسوقوا في إسرائيل يمين متطرف معتل نفسيا بفهمش غير القتل والدم، لكن في حماس الموضوع مختلف. حماس مقسومة إلى شلتين بيكرهوا بعض على السبحة، هنية وشلته في الخارج، والسنوار وشلته مجانين غزة، وحط عليهم أسامة حمدان إيراني الهوى. اسمع مني للآخر، وإذا ما عجبكاش كلامي حختم لك إياها بالدليل، وأبو عبيدة حيشهد على كلامي. محمد الضيف والسنوار وباقي الشلة بيعتقدوا إنه هم السبب في وجود حماس اليوم، لأنه لولا القسام وعملياته لم يكن لحماس أي شعبية، لكن اللي جنى ثمار هذه الشعبية شلة هنية، فلوس وطيارات وسفريات وعاملة رؤساء. أما اللي قضى 25 سنة في السجن زي السنوار، أو اللي قضى من حياته 30 سنة متخبي من حفرة لنفق بشك في كل اللي حواليه، بيعرفش يمشي في الشارع زي الناس، محدش بتذكرهم إلا في الحروب، فطبيعي يصيروا يحتقروا شلة هنية اللي الناس بتقول له الأخ المجاهد أبو العبد. على أي أساس بتقارنوه فيه وبتعطوه لقب أخ مجاهد؟ هذا عمره في حياته ما رمى حجر، وبالتالي أصلا واحد زي السنوار ببطل يقبل ياخذ قرارات من هنية. وما تصدقش كلامهم إحنا حركة شورية رأي الخارج والداخل، هذا كله دجل. هم 2-3 من مجانين غزة بياخذوا القرار والباقي بيقولوا آمين. ويبدو سيد المشاهد انك ما اقتنعتش بكلامي، فالان اجى دور الدليل اللي كلنا بنستناه. دائما المفترض القوات بتنفذ قرار القيادة السياسية، بديهيات. في حرب 2014 وفي اليوم 32 من العدوان كان في وفد من حماس في مصر بفاوض على وقف اطلاق النار. اللي بفاوضوا كانوا من شلة هنية، وإسرائيل كان بدها وقف اطلاق نار بدون شروط، كل واحد من عنده، وتقريبا وصلوا لصيغة. لكن قيادة القسام شلة المجانين ما بدهمش، اللي هم السنوار والضيف، واختلفوا الشلتين مع بعض على شروط وقف اطلاق النار، والسنوار حط هنية تحت الأمر الواقع. تعال يا كحلوت قول لهم يا بتجيبوا مين لغزة يا بتحملوا حالكم وبتروحوا. إننا لن نقبل أن تنتهي هذه المعركة دون وقف حقيقي للعدوان بكل أشكاله، وإنهاء حقيقي للحصار، والتعبير الأوضح لذلك هو إنشاء الميناء، وكل ما سوى ذلك هو خداع. ثالثا، نحن نعتقد جازمين بأن مطالبنا لا تحتاج إلى مفاوضات، لذلك نهيب بالوفد الفلسطيني المفاوض أن لا يمدد وقف إطلاق النار إلا بعد الموافقة المبدئية على مطالب شعبنا، وإن لم تتم الموافقة فإننا نطالب الوفد بالانسحاب من المفاوضات وإنهاء هذه الألعوبة. القسام بيعطي أوامر لحماس، فطبعا هنية مش هيكسر كلمة أبو عبيدة، وفعلا استمرت الحرب بشكل أقوى وأعنف، وتوغل الجيش في حي شجاعية وبيت حانون وشرق خان يونس، والدمار صار أضعاف مضاعفة. وحاولوا يغتالوا الضيف، نجا منها لكن استشهد ابنه. فوافد حماس في مصر بعد 45 يوم شافوا إنه الوضع منهار، فوافق على وقف إطلاق نار بدون شروط المرة الثانية، ورجعوا اختلفوا الشلتين، فاضطر السنوار يستخدم كمان مرة كرت الكحلوت ضدهم عشان يحرجهم ويشتمهم علنا. أن يده قد وقعت على الصيد الثمين ليسجل صورة النصر ونهاية المعركة، بينما كانت رقصة العفاريت فيما يسمى بالمفاوضات في القاهرة، والتي حددنا موقفنا منها منذ اللحظة الأولى، وكنا نثق أنها لن تفضي لأي نتائج مما يطمح شعبنا له. رقصة العفاريت هي قيادة حماس بترقص، ويا ريت تسب عليهم وسكت. لا، قال للعفاريت أي اتفاق بتعملوه غير ملزم إلنا، ويلا ارجع لي على غزة منك إله. ورغم ذلك فقد أعطينا القيادات السياسية لحركتنا وشعبنا أكثر مما يلزم من الوقت لمحاولة الوصول إلى اتفاق. وبعد هذه الأسابيع الطويلة من المفاوضات العبثية، فإننا نقول أن هذه المبادرة قد ولدت ميتة. لذلك فعلى الوفد الفلسطيني
الانسحاب فورا من القاهرة وعدم العودة إليها، فلا عودة لهذا المسار بعد اليوم، وأي حراك على هذا المسار لا يلزمنا بالمطلق. فوضى. صارت حماس هي الذراع السياسي للقسام، فطلع واحد من العفاريت القيادي غازي حمد يهاجم الكحلوت. أبو عبيدة لم يكن موفقا ولم يكن يعني مقبولا، لأنه في قيادة سياسية هي التي كانت تفاوض، ومش الناطق العسكري اللي بيقول أنه يجب أنه الحركة آنذاك تتراجع أو لا تتراجع. يا عفريت، انت بتعرف انه الكحلوت الناطق العسكري شاب غلبان بنقال له يلا تلاتة منفخ الكلمتين، انت مشكلتك بعد اللي كتب له الورقه جاي تستقوى عليه؟ هذا موظف. اللي صار انه بعد 51 يوم انتهت الحرب، واسرائيل هي اللي حطت شروط ووافقوا عليها. ممنوع تبني بيت ولا غرفه داخل حدود قطاع غزه بعمق نص كيلومتر على طول الحدود، وموضوع المينا بدناش نسمعه مره تانية. ومضوا العفاريت وخلصت الحرب ب 2300 شهيد و50,000 عيلة في العراء بدون بيوت. لحتى الآن في 2024 عدد كبير منهم بيستنى يجيهم الدور في إعادة إعمار منازلهم. 10 سنوات. وهذه كانت نتيجة متوقعة لما تخلي مجانين يسوقوا. مشكلة السنوار والضيف انه بفعل حياتهم الغير طبيعية خلت نظرتهم للأمور خاطئة، وبالتالي قراراتهم كارثية. حبسطها لك، دائما كانوا يحكوا لنا احنا مش زي الضفة، احنا عنا جيش بيحمينا، ولا اقول لكم تعالوا نسمعوا. ونحقق معادلة توازن الرعب، ونحقق قواعد الردع مع هذا العدو المجرم. وإلا لو لم يكن الأمر كذلك، لولا هؤلاء الرجال العظماء ولولا المجاهدين الأبرار لانطلقت من هنا جيبات الاحتلال لتلتقطنا واحدا واحد، ولنجد أنفسنا خلال دقائق في تحقيق سجن عسقلان. توازن رعب وقواعد اشتباك الاتحاد السوفيتي، هي انت المية اللي بتشربها من الاحتلال. اقل شيء بنحكى عن واحد شايف صواريخه العبثية تعمل ردع لطيران الاف 35، هذا انسان غير سوي. اصلا المقاومة مش مطلوب منها تعمل ردع لانه غير ممكن، احنا من جيشين. حركات المقاومة بتعمل استنزاف للعدو لتحقيق هدف ما. الكارثة لما تحكي لهم انه في مصيبة الان جاية على رفح، شوفوا كيف بردوا. عملية عسكرية باتجاه رفح الآن. ما الذي سيجنيه من هذه العملية؟ أسبوع، أسبوعين، 3 من القتل والتدمير. ستكون مآلات العملية تماما كما حصل في مناطق غزة الأخرى. ثم ماذا بعد؟ مدينة حتنمسح من على الخريطة، بقول لك قتل ودمار، وماذا بعد؟ بارد لا مبالاة. شوفوا تعبير وجهه، الدنيا مقلوبة على الناس في رفح وهو بقول لك ماذا بعد؟ حماس موجودة. هدول ما بدافعوا عن الناس ولا عن المدن، فرطت. الآن قاعدين بدافعوا على بقائهم في الحكم، وإحنا مجرد كرد بيبتزوا فيه العالم. وصاروا اليوم أمام خيارين لهما ثالث، إما إنه إسرائيل تغتال قادة حماس ونضلنا 6 شهور، سنة، سنتين، الجيش بطارد ما تبقى من المقاتلين على أقل من مهله، وإحنا في الخيم والمجاعة والأمراض بنستنى، أو إنه السنوار والضيف يعملوا صفقة بأي طريقة بدون عنتريات وفتحة صدر. توقفوا هذه المفرمة، خلينا نشوف كيف بدنا نطلع جيش ولاد الوسخة ونبدأ إعادة الإعمار ونداوي جروح الناس اللي واضح إنهم مش صابرين لا على المجانين ولا على العفاريت، وبدوا يفرضوا خيار ثالث الجزيرة ما بتعرضوش، مع إنه موجود يوميا في مدارس الإيواء ومخيمات النزوح. واللي بيعمل هذا الخيار مش خونة، هدول أكتر ناس ضحوا وصبروا، وأكتر ناس في الدنيا بيعرفوا حماس وقادتها وعناصرها وسلوكهم. تحملوا مغامراتهم 17 سنة وشبه. سلام. اسمع يا هانية، اسمع يا هانية، يلا روح من تركيا، يلا روح من تركيا. حماس بتقولنا الله عليك يا حماس، الله عليك يا سمار السياسية، اطلع عليك. الناس حياتها تعيسة جدا، ناس لا تعرف النوم لا في الليل ولا في النهار، بيخرج علينا واحد حمساوي هذا من حماس بتطخ
الناس الجعانة المشتاقة تاكل فطورها، مش حرام عليهم؟ شرطة بضرب من النساء في غزة. ايوه صور هاي بعض الإصابات، هي من الشرطة بضرب المواطنين النازحين من الشمال. حسبي الله ونعم الوكيل. القضية أديك إلى الله يا حماس، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه ثورة إجرياء، ثورة أهل مخيم جباليا، ثورة شباب قطاع غزة. هذول الناس جعانة.